طبعا انت قاعد على الانترنت دلوقتي تشوف اخبار عن واحد اسمه سبيد عمال بهيدلاينز طول الوقت، وانه جه مصر واكل الكشري وناس زعلانه وناس مبسوطه. علشان كده انا هشرح لك النهارده بالتفصيل مين هذا الشخص وبدأ ازاي ووصل لفين، ولو انت كرييتور تتعلم من هذه التجربه اللي هي جامده جدا في رأيي. نفسي الاقي حد بيكتب لي في الكومنتس ان هو دلوقتي بيتفرج على الفيديو وهو بياكل. لو دي حصلت انا هعتزل دلوقتي خلاص. الموضوع كله بدأ ان حد عمل يوتيوب تشانل سنة 2016 اسمه اي شو سبيد او دارين واتكنز جونيور. سنة 2016 كان عنده 11 سنة لان هو اتولد سنة 2005. اي حد عنده 11 سنة بيبدأ يوتيوب تشانل، بيبدأ يعمل كونتنت عن فيديو جيمز، فورتنايت، فيفا 16. بدأ يعمل كونتنت وغالبا كان ستريمز، وكان بيلعب برضه 2K NBA. وكعادة اي حد بيعمل حاجة جديدة وبيبقى فيه يعني بذرة امل ان هو ينتشر وينطلق ويبقى كارير جامد جدا، اهله بيبقوا ضده على طول. معروفة يعني، اي حد اي كرييتور اي يوتيوبر هتلاقيه دايما يقول لك انا كنت هطرد من البيت او انا اتطردت من البيت. I got kicked out, man. I got kicked out, bro. اللي هي الشخصية اللي هو بيزعق وبيتخانق وبيتعصب وهو بيلعب. فطبعا مامته تعمل ايه؟ انا هطردك من البيت ناو، خلاص ما ينفعش. المهم فضل يعمل الجيمنج ستريمز بتاعته من 2016 ل 2020 تقريبا، لغاية في 2021. وفي احد الاستريمات اللي هو بيعملها حد بيسأله مين هو الرياضي المفضل عندك. Happy birthday to you, bro. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. وكانت هي دي بداية الانطلاق نحو العالمية. انت تبقى عارف عزيزي المشاهد ان الانسان الامريكي ما يعرفش اي حاجة عن الكورة غير ان هي بيضاوية ومدببة. فهمت قصدي؟ على اساس يعني كرة القدم الامريكية وكده يعني. فالمتابعين الامريكان ما كانوش مهتمين ابدا ان هم ما يعرفوش مين هو كريستيانو رونالدو. هاويفر مين اللي يعرف كريستيانو رونالدو؟ كل البني ادمين اللي بره امريكا. انتشر هذا الكليب كجوك، يعني كجوك ان هو مش عارف يقول اسمه يعني، فاهم؟ او اتلخبط في اسمه. ابتدى ارتباط اي شو سبيد بكريستيانو رونالدو تم بكرة القدم اللي هي ملهاش دعوة بامريكا، هم ما يعرفوهاش هناك خالص. عنده الفيتشرز بتاعته اللي هو انا بتعصب وبلعب فيديو جيمز وبحب كريستيانو رونالدو وبدس ميسي، فاهم؟ حصلت بقى الانطلاقة من بعد 2021 لغاية هذه اللحظة، لغاية 2026 في التور اللي هو عامله دلوقتي ده. طبعا احنا دلوقتي عايزين نعرف هو ايه الكونتنت بتاعه. هو دلوقتي واحد من اكبر اتنين ستريمرز اللي هم كايسينات واي شو سبيد. اي شو سبيد عنده على يوتيوب اكتر من 42 مليون سبسكرايبر، وعلى تويتش حوالي 3 مليون، وده رقم كبير جدا على تويتش. محتواه الاساسي في اللحظة دي او في الوقت الحالي هو الاي ار ال او الريل لايف ستريمينج، ان انا هعمل ستريم يعني بث مباشر لاي حاجة وكل حاجة في حياتي. انا دلوقتي رايح مسافر دولة تانية، انا على مدار السفر كله من هنزل واعيش واخد التجربة كلها واعمل كل حاجة، كل ده لايف ستريم بث مباشر. طيب انا قاعد في الاستوديو بتاعي انا بستريم لمدة 24 ساعة، دي حياتي بقى، دي حياتي اتفرج عليها. الموضوع ده اخد العالم باي ستورم. كل الناس دلوقتي مهتمة باللايف ستريمينج. اللايف ستريم بتاعه مليون كونكرنت فيور، يعني في مليون شخص في اللحظة دي بالذات بيتفرجوا عليه لايف. حاجة كبيرة جدا تقارب تنافس التلفزيون اصلا. اللي بيحصل في الاستريمات دي هي اي حاجة وكل حاجة. لو احنا قاعدين في الاستوديو في ناس هتجيلي دلوقتي الاستوديو تعمل معايا الستريم، ممثلين، رابرز، بروديوسرز، اي حد انا هعمل معاه ستريم هيجي معايا الستريم ده كضيف شرف، زي كأنك بتتفرج على سيت كوم يظهر فيه ممثل من بره الكاست. فكرة الكروس اوفر دي، فاهم ايه فكرة التورنج؟ ان انا بروح كل دول العالم. هو دلوقتي هدفه ان هو يروح كل دول العالم ويعمل ستريم في كل دولة بيروح. حياتي بقى، حياتي في ماليزيا 24 ساعة شغالة، بتشوف كل حاجة. هو ماشي في الشارع بيقابل الناس، بيقابل شخصيات من الدولة او المدينة دي مشهورة، شوز او اي حاجات اتراكتيف في المدينة دي، في الاماكن السياحية اللي فيها، بيشوف كل حاجة، تتفاعل معها انت كأنك امامك كاركتر في مسلسل، بس في الحقيقة يعمل تجربة. هتقول لي طيب ما الفكرة دي اتعملت كتير، ده حتى رامز جلال عملها. يعني اقول لك ده حقيقي، هو اصلا مفيش حاجة على الانترنت يعني اخترعت، فاهم؟ يعني اي فكرة هتجيلك هي اصلا معمولة قبل كده. هاويفر هو اساس تجربته لايف ستريم. دلوقتي حالا انت شايفني وانا ماشي في الشارع اللي هو ممكن يكون انت ساكن فيه، تطلع تشوفه
شايفه وهو بيستريم، وانت شايفه دلوقتي على الموبايل وانت بتتفرج عليه. شايف انت بقيت كأنك جوه المسلسل اللي انت بتتفرج عليه، وده اللي بيسبب غالبا المشاكل مع اي شو سبيد. انت عندك شخص عشرات الملايين من الناس تعرفه، وفي نفس الوقت هو واقف دلوقتي في شارع وانت عارف المكان ده فين، فبالتالي الاف من الناس هتروح تتجمع عشان تشوفه او تقابله او تتفرج عليه، تعتدي عليه عادي يعني، ممكن يكون حد عايز يتخانق معاه، فاهم؟ علشان كده التورز بتاعته دي جواها لوجيستكس كتيره جدا، من اول اصلا ما بيبدا في اختيار الدوله اللي هو عايز يروحها، الاماكن والشوارع اللي هيمشي فيها، مين الناس اللي هيقابلهم، البادي جاردز اللي معاه اللي حواليه طول الوقت علشان اي حد ما يعملش اي حاجه غريبه، او فاهم؟ خليني بس اقول لك ان هو يعني حاجه مش غريبه عليه، هو في كل الدول اللي بيروحها تقريبا بيعمل مشاكل. ما هو دي حاله غريبه، هو شخص مشهور جدا ماشي في الشارع، ناس هتتجمع وممكن اي حد يحاول يأذيه. لما كان في ستريم هولندا مثلا حصلت مشكله كبيره جدا، الجمهور حاصر الفندق اللي هو كان قاعد فيه وكان عايز يدخل يجيبه، ما تفهمش هو ايه اللي منتظرينه. انت كجمهور، انا دلوقتي في واحد مشهور دلوقتي قاعد في الفندق اللي انا قدامه، طب انا هدخل هعمل له ايه؟ طيب انا ما تفهمش ايه هدف الجمهور من الاقتراب من شخص مشهور؟ انا دي عمري ما فهمتها. ولما طلع في واحد حرفيا شد شعره، قطع شعره، خده معاه يعني، فاهم؟ يعني حرفيا هيبيعه على اي باي. المشاكل بتحصل في كل الدول اللي هو بيزورها عادي جدا، ما تقلقش يعني، دي حاجه طبيعيه مع اي شو سبيد، هو بيحصل له كده كل يوم. المهم هو هنا اخد تور يعني كانت لطيفه، دخل جوه الهرم عمل ستريم، اول واحد في العالم يعمل ستريم من جوه الاهرامات. راح بقى اولد كايرو، القاهره القديمه بالاماكن القديمه كلها، اكل كشري في ابو طارق، الناس كلها مبسوطه بتشير المشاهد دي، ومنهم انا طبعا، يعني حاجه غريبه جدا، فاهم؟ يعني حاجه اكسنتريك كده، اي شو سبيد بياكل كشري، فاهم؟ لاول مره في حياته. ده هو اقترح حط جبنه على الكشري، ده اقتراح مرفوض، مش معترف بيه، هو الكشري كده زي ما هو احلى حاجه في العالم. اخر الستريم كان مأجر فلوكه في النيل ومشغل اغاني. ايه بقى الفكره بتاعت الاغاني؟ هو دلوقتي انت زي ما شرحت لك ان هو مهتم بكريستيانو رونالدو وكذا وكذا، في ارتست بتاع مهرجانات اسمه كريم كريستيانو، فالافيه ان هو يعني بص في واحد اسمه كريستيانو بيعمل اغاني فانت اسمع، فاهم؟ يعني هي جت من هنا الجوك دي، يعني زي ما انت عارف المراكب اللي بتبقى في النيل دي بتبقى مشغله مزيكا. طبعا الكوبي رايت حاجه مهمه جدا وخطيره جدا، انا دلوقتي قاعد ممكن اتحكم في ان مفيش حاجه تبقى شغاله فمش هاخد كوبي رايت، لكن لو انا ماشي في الشوارع بقى فممكن اي مزيكا تشتغل، ودي تبقى مشكله كبيره جدا. على حسب ما هو بيقول، خلص التور بتاعته هنا وراح جزائر، ان هو كان عامل تشيك على اللايسنسز ان هو مش هتعمل له كوبي رايت كليم. اللي حصل ان هو اتعمل له كوبي رايت كليم، تمام؟ ودي حاجه خطيره جدا لما تحصل لحد بهذا الحجم، لان ده خطر جدا على الستريم ان هو يتشال. تم اعتقاد ان الارتست عمل كوبي رايت كليم على الستريم على اساس ياخد منه الريفينيو، لكن كده كده يوتيوب بيدي لك اوبشن ان انت تقدر تعمل ميوت الحته دي اللي معمول عليها كوبي رايت، او تغير المزيكا اللي فيها. ايوه بيطلع شكلها وحش لان انت عملت ميوت للصوت بتاع الاغنيه ومعاه كل الاصوات اللي حواليها، فانت ممكن تبقى بتتكلم اصلا الصوت بتاعك معمول له ميوت، ولما تيجي تغير المزيكا يبقى في مزيكا وانت بتتكلم، فانت صوتك مش طالع، صوت المزيكا هو اللي طالع. بعد كده طلع الارتست اللي كان معمول كوبي رايت كليم باسمه وقال ان ده اوتوماتيك كليم، وفي الحقيقه الكلام ده منطقي جدا، مفيش حد بيبقى قاعد بيدور على الانترنت كله كل الفيديوهات اللي في العالم على مين يستخدم الكونتنت بتاعه، ده بيبقى اوتوماتيك عن طريق ان في حاجه اسمها ديجيتال تاج او ديجيتال فينجر برينت، لو ظهر في فيديو او كونتنت تاني مش معمول له لايسنس اوتوماتيكلي بيعمل له كوبي رايت كليم. وده التفسير المنطقي اكتر من ان يكون حد مانيوالي داخل يعمل كوبي رايت كليم على فيديو زي كده. مينلي اجمد حاجات بتحصل في الستريم بتاع ايشو سبيد هي الاشخاص اللي بيقابلهم، زي الراجل الماجيشن اللي كان في الستريم بتاع تركيا، الفيديو ده لوحده اللي معمول له كليب من الستريم جايب 4 مليون فيوز. هو دلوقتي بيكمل التور بتاعته بتاعت افريقيا، خلص في الجزائر راح المغرب علشان يحضر نهائي كاس افريقيا. الجامد في فكره الان ريل لايف ستريم هي ان الشخص ده بيحول الحاجه الاونلاين، ان هو مشهور اونلاين، ان هو قاعد في الاستوديو بتاعه قاعد في بيته بيتكلم على الانترنت، لحاجه حقيقية انت بتشوفه فيزيكالي في الشوارع، وبتشوف تصرف الناس معاه، تصرفه مع الناس، والمواقف اللي بيقابلها والحاجات الغريبة اللي بيقابلها في الاماكن دي، بيخلي فيه تجربة حقيقية، ودي جديدة على الانترنت. مش كل الكرييتورز بيعملوا كده، غالبية اللايف ستريمرز بيبقوا يا اما في المدينة بتاعتهم او في الدولة بتاعتهم او اصلا في الاستوديو بتاعهم. مفيش حد بيلف زي كده وبيخاطر، طبعا هو بيخاطر لان هو ممكن يحصل له اي حاجة. الخطرة دي بتقابل طبعا بالنجاح الرهيب والشهرة العالمية، لان هو خلاص هو ما بقاش يوتيوبر
امريكا وخلاص، لا ده كل العالم حرفيا بقى عارفه دلوقتي، والناس بتتنافس في ان الستريم بتاع دولة كذا جاب اكتر من الستريم بتاع دولة كذا، ودي حاجة نفخر بيها، ودي حاجة جامدة جدا، واحنا احسن منكم ومش عارف ايه والكلام ده كله. تجربة انترنتية مش طبيعية. هل هنشوف اول ستريمر في الفضاء هيكون هو ايشو سبيد؟ في الغالب يعني هنشوف ده فعلا. استفدت حاجة او عرفت اي معلومة من هذا الفيديو قول لي في الكومنتس، بس هو ده اللي انا عايزه انك تعمله، او تسألني عن اي حاجة عن الكرييتورز. وباي باي.